اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو مميز جدا، هنتكلم في كذا شكل من اشكال العواميد. اتمنى ان انتوا تستفيدوا، بس انا واخده على خاطري منكم، بحاول اجيب لكم اهو، يعني الم بكل حاجه في اللاسيه، وانتوا ما بتدونيش التشجيع اللازمه يعني. فاتمنى ان اللي يشوف الفيديو يستفيد منه، يدعمني بتعليق وبلايك، ويا سلام بقى لو شيرتوا الفيديو لاصحابكم يبقى كتر الف خيركم. قبل ما نبتدي حابة اقول، لو انت مبتدئة جديدة وعايزة حد يتابع معاكي الخطوات، نورينا في الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. هسيب لكم الرابط تحت الفيديو ده على طول، اللي حابب يتابع معانا، او لو حد عايز يستفسر عن اي حاجة، يسعدني ان انتوا طبعا تنضموا لينا. اول حاجة هنبتدي فيها ازاي نعمل عمود. هنبتدي يعني هناخد الاشكال كلها. اول خطوة انا بثبت هنا الخيط بتاعي في الايطان او الكردون لو انتي بتشتغلي لاسيه روماني، وبعدين بنمد خط كده، وبرجع تاني للبداية اللي انا اشتغلت بيها. انا ممكن اشتغل بخيطين، زي يعني اتجاه رايح جاي، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقى 4. ايه الفرق ان كل ما كانت الخيوط لفتين، كل ما كانت ارفع عايزاها اتخن بتزودي عدد اللفات. فاحنا هنشتغل على 2. انا بشتغل بخيط الصياد، ال9 فتلة او ال6 فتلة، الاتنين بيدوا نتيجة ممتازة في الشغل. بدخل كده، ثواني ارجع معلش بالراحة للي اول مرة يشوف الفيديو. انا بمسك بايدي الشمال الخيط وبايدي اليمين الابرة، وببتدي ان انا اخلي ايدي الشمال ماسكه الخيط كده، وبايدي اليمين ماسكه الابره، وبلف كده الخيط دوت ورا الابره، وبطلع بالابره. فبتتعمل معايا حاجه اسمها فستونه او عقده تاني. انا هم مسكت اهم، يعني لو انا مش همسك بايدي الشمال يبقى اعمل اتجاهها كده، تمام. وهبتدي ادخل بالابره، اهم حاجه الخيط ده يبقى ورا الابره، وهطلع بيه. ليه ورا الابره؟ لو انا عملت الخيط بتاعي كده وعملته كده، الابره هتطلع على الفاضي، فلازم دي تبقى من ورا كده. تمام. هنكمل بقيه الطريقه، يعني بقيه العمود بالطريقه اللي انا قلتها لكم اهو. تاني، علشان العمود بتاعي يبقى مظبوط مش مرخي وماسك نفسه زي ما انتوا شايفين كده، بزنق كل مرة، يعني بعمل العقدة كده وارجعها، يعني ازود عدد اللفات وعدد الفستونات بتاعتي واقفل. تمام اهو. هاجي لاخر الصف وهنشوف بعد اخر الصف بنمشي ازاي. طبعا مش بنقصقص الخيط وبنبتدي بداية جديدة، لا، ده احنا بنمشي داخل الايطان بتاعنا وبنيجي في الجزء اللي بعديه. هنشوف دلوقتي. كده اهو انا عامله العمود للاخر. هبتدي اخد الخيط الابره في الايطان اهو واطلع. هو بس عشان عندي بالرصاص فممكن يكون مش واضح بالنسبه لكم الرسم. طبعا كل الرسومات متوفره عندنا في الصفحه، وكمان الايطان تقريبا بجميع الالوان متوفر عندنا. لو انت مش لاقياه بنبعتلك عن طريق البريد المصري. هعمل برضو خطين وهعمل دي، وندخل بقى في العمود المقسوم اهو. اللي عارف طريقة العمود دي يجري الفيديو، وندخل في اللي بعديها على طول عشان ما ضيعش وقتكم معايا. انا براعي بس اللي بيبتدوا جداد مش عارفين يمشوا ازاي بالايطان.
بعتذر على الاصوات ان انا فاتحه الشباك عشان الاضاءه تبقى كويسه عشان تعرفوا تشوفوا كويس. اهم حاجه تزنقي ما بين العقدات وتملي الخط للاخر، ما تسيبيش فراغ. اللي بيرخي العمود ان انتي ما بتقفليش. طيب حاجة تانية بقى، ساعات العمود بيلوي كده مننا، احنا مش عايزينه كده، لا لازم نيجي في اخر واحدة اهي وناخدها في القيطان نفسها، في القيطان ونطلع بيها، وبعدين نمشي في الاتجاه بتاعها، يعني ما نرجعش وراها، لا مادام الخيط اتجاهه كده يبقى بنمشي كده. حتى لو كان العمود هنا، يعني انا لو انا همشي هنا لازم امشي مسافة كده وبعدين راجعة بشد كده اروح. لو انا هاجي هنا هعمل العمود اروح راجعة تاني. الطريقة دي خلي بالكم من الملاحظات دي، صدقوني مهمة جدا وبتفرق معانا في الشغل. وببتدي ان انا اشتغل في عمود جديد مثلا. طيب كده خلاص خدنا اول واحدة، ندخل بقى في رجل الفرخة ده او العمود المقسوم. تمام، طريقته ازاي؟ نجيب خيط جديد، دي انا هبقى اكملها بعدين، انا بس بوريكم الفكرة وانتوا شغالين. العمود يا اما بتشتغلي عليه بفتلتين او 3 او 4، ما تزوديش عن 4 تبقى تخينة قوي فمش لطيفة يعني. ماشي، العقدات تبقى العقدات كلها مالية، ما تسيبيش اي فراغات، تمشي في اتجاه الخيط مش عكس اتجاه الخيط. طيب انا هنا هثبت خيط جديد في الجزء ده عشان اعمل العمود المقسوم. عمود المقسوم الجزء بتاعي هنا باجي في النص بالظبط، تمام اهو. انا اتاكدت كده الخيط بتاعي تمام متين. بصوا بقى، انا عندي عشان تبقى بالعدله دي واضحه الجزء اهو، يا رب تكون الكاميرا موضحه اهي، عشان تبقى بالعدله والاتجاه ده بالظبط. ده اتجاه ايدي اليمين وده اتجاه ايدي الشمال، تمام؟ يعني ده يمين وده شمال. همد خيط كده اهو هنا، يعني مش همد خيط شمال كده في الاتجاه ده، لا همده كده يمين، واروح راجعه بيه كده. معانا كام خط؟ كده خطين. واروح راجعه تاني. العمود المقسوم بنعملها ب3، وببتدي اشتغل اكني عمود عادي اللي انا وريته لكم في البدايه خالص. بشتغل عمود عادي جدا لحد النص هنا او ال3/4. انا بعملها لحد النص عموما عشان يبقوا تقريبا متساويين. حابين ان دول اطول من دي بتعملي ال3/4، فايا كان. دي 3، ادي 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. انا عملت 12 عقد. ببتدي بقى خلاص انا عملت 12، ببتدي امد خيط كده، امد خيط كده. هاجي بقى اطلع فين؟ اطلع في العقده نفسها، في اول عقده او في نهايه العقدات دي هدخل فيها واروح راجعه تاني عشان يبقوا عندي 3 خطوط، واشتغل بقى بقيه الفستونه بتاعتي او العقدات، العمود بتاعي قصدي.
خلاص كده انا دي تقريبا كانت معايا 12 و12. هبتدي بقى ايه اهو واكمل بقيه العمود. هوريكم بقى الشكل لما بيخلص اكنها مقسومه بالظبط، والعمود بتاعي مظبوط ومش لافف. انا بحاول اقول لكم على الاتجاهات علشان تمشوا عليها بالظبط. تمام، دول عملوا معايا 8، دي 12 و12 و8. هبتدي بقى ايه خلاص اهو. حاسه ان انتي الخيط بتاعك هيميل لورا، تروحي مديها في القطان نفسها غرزه عشان يبقى مفروض معاكي، وتمشي بالقطان بالخيط جوه القطان. تمشي شويه وتشدي الخيط كده، تمشي كمان شويه شويه شويه. ماشي، يلا بقى نيجي في اللي بعده. يا رب تكون الغرزة ديت واضحة بالنسبة لكم. طبعا تقدروا توسعوا في الزاوية بتاعتها، يعني بدل ما تخلوها كنزة كده وعايزين تبقى اوسع شوية مفيش مشكلة. المهم انتوا فهمتوا الفكرة. يبقى احنا كده خدنا العمود، خدنا العمود المقسوم. هناخد العمود المتقاطع وماسك نفسه، شايفين دوت اهو ماسكين. طبعا تقدري تعمليها باتنين، تقدري لو تعملي في النص كده هو واحد تاني يبقوا 3 عواميد مع بعض. فشوفي انتي، يعني في احيانا ناس قالت لي اتكتب في التعليقات اما يبقى في دايرة كده وفيها الخطوط المتقاطعة دي بنعملها برضو في الدايرة اللي فيها الخطوط المتقاطعة. يلا بينا همد خيط برضو جديد. هنا انا ثبت الخيط بتاعي، هبتدي برضو اشتغل اكني بعمل عمود عادي، واروح راجعه زي ما قلت لكم. انا ممكن اشتغل باتنين او بتلاتة، يعني انا هوريكم الشكل. انا بشتغل احيانا ساعات باتنين وبتلاتة عادي اهو. وبشتغل عمود زي ما وريتكم في الاول خالص. كده انا خلصت العمود بتاعي، وانا عايزة اعمل كده، اعمل الجزء ده هنا. هعمله ازاي؟ همشي، انا مشيت خطوة اروح راجعة تاني اهو. انا عايزه امد خط كده وبعدين امد خط كده، اعمل 3 او 2 يعني ايا كان. أنا عشان عملت 3 هنا هعمل 3 هنا عشان يبقوا كلهم في سمك واحد. ركزوا بقى معايا ازاي نقفلهم ببعض او نشبكهم ببعض. انا هنا هشتغل اكمل العمود العادي، غرزة العمود العادي لحد ما ابقى في النص واقول لكم هنعمل ايه. كده انا وصلت لحد التقاطع الاولاني اللي انا عملته. في حاجتين، يا اما انا باخدها شيلة بيلة كده يعني من تحت العمود الاولاني وبطلع بيها، تمام، دي اول حاجة. يا اما انا باخد بس فتحة منهم علشان تبقى عندي زي كده، عشان تبقى عندي زي كده مفيهاش العقد. فايا كان الطريقتين يعني يمشوا. اهي انا هوريلكم، انا وريتكم شكل دي ووريتكم شكل دي. اهي باخدها كده مع بعض وبطلع بيها بعقد.
بحيث اقفلهم ببعض، وبكمل بقية العمود عادي. كده انا خلصت العمود التاني. هبتدي اطلع اهو، انا مشيت شوية، همشي كمان. هبتدي بقى امد خط تالت كده، واشتغل برضو واجي في النص اروح ربطاهم مع بعض. هشتغل برضو لحد ما اجي في النص واوريكم. معلش انا عشان ما اطولش عليكم، انتوا فهمتوا الفكرة من البداية. كده انا اشتغلت النص العمود لحد ما وصلت للتقاطع، وهاخدهم بقى. حاضر يا ساره، هاخدهم شيله بيله مع بعض بعقده. حاضر يا ساره. شايفين انا خدتهم ايه، شيله بيله. وهبتدي اكمل بقى الايه بقيه العمود. يبقى احنا كده خلاص عرفنا، حتى لو كان عندك زياده عايزه تكرري عمود تاني نفس الفكره، بتاخديهم كلهم مره واحده بعقده وبتكملي. ودلوقتي هنتعلم ازاي نعمل العمود ابو دايره من فوق، او ابو فستونه. طبعا نقدر، انا بعمله هنا من على الاطراف، انتوا تقدروا تعملوه هنا هو في العمود عادي وانتوا شغالين فيه زي ما تحبوا يعني. هبتدي امد خط وارجع بيه واشتغل عمود عادي لحد ما اجي في النص. اما اجي اوصل هنا للنص، هبتدي ان انا اطلع بالغرزة كده. قبل ما انهي دي هحط الابرة بتاعتي، يعني يا اما انا لو قفلتها قوي وجيت في النص بدخل بالابرة بتاعتي كده ايا كان. تمام. وهبتدي الف. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، على حسب بقى انت عايزه دي تبقى واسعه ولا ضيقه. انا المسافه عندي مش كبيره قوي فهعمل 12 لفه، وابتدي اطلع بيها. بيبقى عندي تديني شكل اللفات دي. هروح بقى مكمله عادي جدا كأنها مش موجوده، خلاص هي اتعملت اللفه. ابتدي شغاله بقيت العمود زي ما انا ابتديت. بصوا ابتدى يتكون عندي اهي الفستونة اللي من فوق، وهشتغل اكمل بقى شغل عادي. الغرزة دي تقريبا اللي بيستخدمها في شغلهم ومفارشهم البرتغاليين. وشكل العمود اللي احنا بنشتغل بيه برضو هو اللي بيعملوه البرتغاليين في المفارش بتاعتهم. بيختلف العمود عن الشغل الروماني، العمود الروماني او التركي. خلاص هنيجي بقى ناخد حاجة جديدة علشان اعمل الدايرة اللي انتوا شايفينها ديت، اللي فيها تقاطع من العواميد، واعمل الدايرة. موضوع بسيط جدا. بنجيب ورقة ونعملها رول كده. كل ما كان رفعتي الرول كل ما كانت رفعت معاكي. عايزاها اتخن بتعملي سمك الورقة، بلاش القلم، يعني هي بتبقى في سمك القلم، بس انا عايزة محتاجة حاجة طرية ان انا هعمل جوه الشغل ده، فبحيث الابرة تدخل. انا عملت الابره اهي. هاجي من الناحيه
اللي من تحت، اللي من الطرف، للمبتدئات خالص. وانا المفروض بثبت كده بايدي وبلف بس عشان ما تفلتش منكم كبداية. لو انتوا اول مرة تعملوها اربطوا رابطة من تحت. ماشي صار. انا ربطت ربطة، هبتدي بقى الف 15 واحدة كده. ادي واحدة ملفوفة، ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 كده. انا لفيت 15. هبتدي بالابرة اللي معايا، هدخل كده ابتدي ايه اخرجها. هتلاقيها متنية معاكي شوية، تفرديها بايدك عادي جدا. ودوت الشكل بتاعها جميل خالص. ابتدي بقى اعمل ايه علشان ابتدي اشتغل العواميد. هاجي مثلا في الحته المسافه الكبيره، هي بتنفع في المسافات الكبيره. هبتدي ان انا اثبتها بابره عندي، وابتدي اشتغل بقى عواميد. هقول لكم ازاي. همد خط كده وارجع كده، تمام. يعني دي هعملها بتلاتة، راجع تاني. لو حابين اتنين مفيش مشكلة، انا بشتغل يا اتنين يا تلاتة. ادي اهو. اشتغل بقية العواميد، هقول لكم ازاي بنتحرك ما بين الدايرة.
لما انتهي من العمود بدخل بالابرة من جوه المسافة كده، وببتدي امد خط كده.